Hvenær, hvaðan, hvernig, hvers vegna, hvað, hvaða, hver, af hverju, hvar، hvor. مرحبا، أنا محمد قوتلي، واليوم رح نتعلم مع بعض عن أدوات الاستفهام في اللغة الأيسلندية. كفاذ تعني ما أو ماذا. مثال: كفاذ هيتر ثو، ما اسمك. كفاذ تعني ماذا، هيتر اسمك، ثو أنت، ما اسمك. كفير تعني من. مثال: كفير إيرهان تعني من هو. كفير تعني من، إير يكون، هان هو. كفير إيرهان من هو. كفور تعني أي. مثال: كفور إير بيتري إهليبي، كريستيان إذا يون. أيهما الأفضل في الجري، كريستيان أم جون؟ كفور تعني أيهما، إير يكون، بيتري أفضل، إهليبي في الجري، كريستيان إذا يون. إذا تعني أم. كفينر تعني متى. مثال: كفينر بيرير كنشلتيمن، متى يبدأ الدرس. كفينر تعني متى، بيرير يبدأ، كنشلتيمن الدرس أو الحصة. كفينر بيرير كنشلتيمن. كفرتنيخ تعني كيف. مثال: كفرتنيخ سكريفر ماذر بوك، كيف يكتب المرء كتابا. كفرتنيخ تعني كيف، سكريفر يكتب، ماذر المرء أو الرجل، بوك كتابا. كفرتنيخ سكريفر ماذر بوك، كيف يكتب المرء كتابا. كفار تعني أين. كفار إير بنن، أين القلم. كفار تعني أين، إير يكون، بنن القلم. كفار إير بنن، أين القلم. كفاذا من أين. مثال: كفاذا أرتو أو كفاذا أرتثو تعني من أين أنت. كفاذا تعني من أين، أرتو تعني تكون أنت، وهي نفسها أرتثو تكون أنت. كفاذا أرتو. كفاذا تعني أي أو ما أو من. مثال: كفاذا ليتر إربشتر تعني أي لون هو الأفضل. كفاذا تعني أي، ليتر لون، إير يكون أو هو، بشتر الأفضل. كفاذا ليتر إربشتر، أي لون هو الأفضل. كفاذا هوفا إرثحتا تعني ما هذا الضجيج. كفاذا تعني ما، هوفا ضجيج، إير يكون، ثحتا هذا. كفاذا هوفا إرثحتا، ما هذا الضجيج. كفاذا ماذر إرثحتا، من هذا الشخص. كفاذا من، ماذر شخص أو رجل، إرثحتا يكون هذا. كفاذا ماذر إرثحتا، من يكون هذا الشخص. كفرش وكنا أو أف كفريو تعني لماذا أو لما. مثال: كفرش وكنا كومست ثو أحكي أو أيفنكنا إيكاير، لماذا لم تأتي إلى تدريب أمس. كفرش وكنا تعني لماذا، كومست تأتي، ثو أنت، أحكي لم، أو أيفنكنا إلى التدريب، إيكاير
أمس. Hvers vegna komst þú ekki á æfinguna í gær? Af hverju viltu fara snemma í dag? لماذا تريد الذهاب في وقت مبكر اليوم؟ af hverju تعني لماذا viltu تريد fara ذهاب snemma تعني باكرا أو في وقت مبكر í dag اليوم. af hverju viltu fara snemma í dag؟ لماذا تريد الذهاب في وقت مبكر اليوم؟